السلام عليكم. في الدرس الفايت شفنا possessive adjectives my, your, his, her, its, our and their وشفنا معاهم possessive s. قلنا هاد possessive s كنخدموها في العلاقات العائلية، داكشي باش شفنا members of the family. وشفنا males and females father and mother الأب والأم اللي كنجمعوهم بجوج في اش parents son and daughter الابن والبنت اللي كنجمعوهم بجوج في اش children وكنقولوا حتى kids brother and sister الاخ والاخت. وقلت لكم واحد الكلمه اللي كتجمعهم بجوج، قولوا لي في الكومنتس الا باقيين عاقلين عليها ولا شفتوا الدرس الفايت. husband and wife الزوج والزوجه تا هما قلنا ممكن نقولوا a couple او لا married couple. وعطيتكم واحد الهوم وورك في الدرس الفايت، عطيتكم two examples. عطيتكم العلاقه بين جمال and حنان وقلنا جمال is حنان's husband وحنان is جمال's wife. وقلت لكم عطيوني شنو هي العلاقه بين جمال and ساره، حنان and سامي، سامي and حنان and so on. right؟ نمشيو دابا ونصحوا هذا الهوم وورك ونعطيكم كيفاش كنقولوا العلاقات العائليه in English. نبداو بجمال and ساره. نبداو بجمال and Sarah and we say Jamal is Sarah's father. وإلا عكستهم غادي نقول Sarah is Jamal's daughter. اشنو غنلاحظوا هنايا؟ غنلاحظوا هنايا بأن دائما كنقولوا هذا شنو هي العلاقة ديالو مع هذه وكنقولوها في الاخر father، بحال الا كنديروا الترجمه العربيه ونقولوا الاب ديال، غنقولوا هاد الاس هادي هي بحال كنقولها في الدارجه ديال الاب ديال ساره هو جمال، بحال هكا جمال is Sarah's father والعكس ساره is Jamal's daughter. ديما كنشوفوا شنو هي الصفه ديال هذا الاول هذا، الصفه ديال هذا الاول هذا هي اللي كنديروا هنايا. ديما الصفه ديال الاول هي اللي كنديروا هنايا. ما غاديش نقولوا ساره is Jamal's father فاش جمال هو الاخر نقولوا father. no، ساره is Jamal's daughter. اوكي، هاد الاس هي اللي قلنا possessive s. alright، بحال الا كنقولوا daughter الابنه ديال جمال هي ساره. اوكي، نشوفوا example اخر. right، نقولوا حنان is Sammy's mother والعكس سامي is حنان's son. يعني شنو هي الصفة ديال سامي مع حنان؟ son. سامي هو الصن ديال من؟ ديال حنان. سامي is حنان's son. ممكن تسمعوا في الانجليش سامي is the son of حنان but this is not good English. هذه ماشي انجليش اللي هي good اللي كتخدم وكتعطيك المعنى الصحيح. سامي is حنان's wife. alright، ودابا غنشوفوا الا غادي نعطيو جوج د الناس، جوج جمال and حنان مع سامي and ساره بجوجهم. what do we say؟ اش كنقولوا؟ نقولوا جمال and حنان بجوج. الا عندنا جوج ديال الناس ما بقيناش غادي نقولوا is، we say are سامي and سارا's شكون كيجيو؟ شنو هي العلاقه؟ شنو هي الصفه ديال جمال and حنان؟ it's not children، ماشي children، parents والديهم. شكون هما هادو؟ parents ديال من؟ سامي and ساره. اوكي، والعكس we say سامي and ساره. ولاحظوا انا راه كنكتب دائما proper nouns الاسماء ديال الاشخاص كنكتبهم capital letter وهكا خصو يتكتبوا. سامي and ساره are again. علاش؟ لان عندنا جوج ديال الناس، جوج سامي and ساره. الصفه ديال سامي and ساره مع جمال and حنان's what children. alright، children هما children. الصفة ديال سامي and سارة مع جمال and حنان we say سامي and سارة are جمال and حنان's children. وبطبيعة الحال ما ننساوش الصفة ديال سامي وسارة بيناتهم and we say سامي is Sarah's brother and Sarah is Sammy's what؟
sister. اوكي بطبيعه الحال هاد البوزيسيف اس ما كنخدموهاش غير في العلاقات العائليه، كنخدموها حتى في البوزيشن. قلنا البوزيشن هي الملكيه، يعني شي واحد كيمتلك شي حاجه، شكون هو المالك ديال هذيك الحاجه. For example we say the teacher's laptop is new. في عوض ما نقولوا the laptop of the teacher is new، من الاحسن اننا نقولوا the teacher's laptop is new، وكنزيدوا هذا الاس هنايا. اوكي باش نقولوا لابتوب ديال teacher، the teacher's laptop is new right. وعندنا واحد الحاله استثنائيه اللي خصنا نشرحوها. الا كان الاسم الاول plural، هنا كنهضروا على واحد التيتشر وعلى واحد اللابتوب. the teacher's laptop is new. الا عندنا واحد البلورال noun الجمع ديال واحد الكلمه وكاين فيه الاس في الاخر، الا جينا نطقوا الاس ديال البلورال مع البوزيسيف اس غادي نتعكلوا في البرونسيشن. راه ممكن نقولوها ولكن بعض المرات باش نحيدوا ديك التعكيله ديالنا في البرونسيشن we omit the s، كنحيدوا هذيك الاس باش ما نقولوهاش جوج المرات، باش ما نقولوش the teachers' laptops are new. no كنحيدوا هذيك الاس، ولكن فاش كنكتبوا كنخليو الابوستروفي. ديك الابوستروفي فاش كنكتبوا كنخليوها، ولكن فاش كنهضروا ما كنبينوش الابوستروفي. the teachers' laptops are new. وهذا الشيء اللي غادي يتفهم في الكونتكست، والناس اللي كيهضروا الانجليش راه غادي يفهموا شنو تقال. نشوفوا واحد الحاله اخرى. الا كان عندنا proper nouns اسماء ديال الاشخاص، مثلا عندنا Mike's car is fast، في هذه الحاله كتجينا الاس سهله باش نطقوها، ما عندنا حتى مشكل. ولكن الا كانت الاس في الاخر ديال اسم ديال شي شخص، جيمس، الا قلنا جيمس كار غادي نتعكلوا. جيمس كار از فاست ممكن بس غادي نتعكلوا، يعني خصنا اش نحيدوها ونقولوا غير جيمس كار، جيمس كار، جيمس كار. وهذاك اللي سمعنا راه غادي يفهم بان عندنا واحد المشكل مع الاس في الاخر، يعني ما كاينش لاش نزيدوا وحده اخرى، وغادي نفهموا الكونتكست. ولا ما فهمتي شي حاجه قوليها في الكومنتس، او الا عندك شي اضافه قولها لينا في الكومنت، ونشوفكم في الفيديو الجاي.